الكفاءة القتالية ده أساس العمل اللي احنا بنشتغل بيه داخل منظومة القوات المسلحة. فيما يخص القوات الجوية طبعا عناصر الكفاءة القتالية واحدة في جميع الأسلحة، اللي هي إذا كانت من استعداد قتالي، تدريب قتالي، حالة فنية، حالة إدارية، انضباط عسكري، وروح معنوية. كل العناصر دي جوهرها اللي هو الفرد، والفرد عندنا النهارده اللي هو ضابط القوات المسلحة، إذا كان في الكلية الجوية أو في جميع الكليات العسكرية. هذا فضلا عن تنفيذ عمليات الإبرار والإسقاط التي تنفذها القوات الخاصة من وحدات الصاعقة والمظلات خلال المشروعات والبيانات العملية. ولصقل المعرفة العسكرية والسياسية على المستويات المختلفة، ينضم المتميزون من الضباط إلى كلية القادة والأركان وأكاديمية ناصر العسكرية العليا. وفي مجال القيادة والسيطرة تمتلك القوات الجوية أرقى وأحدث مراكز القيادة والسيطرة، وتحرص دائما على تطويرها وتزويدها بأحدث أنظمة لتبادل المعلومات. وقد تم إدخال منظومة القيادة والسيطرة الآلية بالقوات الجوية التي يديرها رجال يمتلكون أعلى المهارات والدرجات العلمية في تشغيل وصيانة الحواسب الآلية للمحافظة على أقصى درجات الاستعداد القتالي، وللمحافظة على كفاءة معدات أسلحة الجو الحديثة والمتعددة بما فيها من أجهزة وتقنية حديثة. تمتلك القوات الجوية منظومة للتأمين الفني الشامل تضارع بإمكانياتها أرقى دول العالم. فمن داخل ورش الطائرات ومعامل الاختبار الحديثة يتم إجراء أدق عمليات الصيانة، والتي تصل لمستوى العمرات الكاملة والتحديث للطائرات ومعدات التسليح بأيدي فنيين ومهندسين مصريين شهد لهم العدو قبل الصديق بالمهارة والدقة في الأداء، مما يحقق وفرا بميزانية الدولة ويحافظ على أعلى درجات استعداد قتالي لمعداتها. ترتب على قيام ثورة 25 من يناير ظهور متطلبات واحتياجات جديدة لتأمين الدولة داخليا وخارجيا ولدعم استقرار الحياة اليومية للمواطنين، حيث فرضت الأحداث مهام للقوات الجوية اشتملت على طلعات لتأمين الحدود وإحباط الكثير من عمليات تهريب السلاح والمخدرات عبر الحدود على مختلف الاتجاهات. كما فرض الوضع الأمني الداخلي للدولة قيام القوات الجوية بنقل الأموال وأسئلة امتحانات الطلاب إلى المحافظات، وذلك لصعوبة تأمينها على الطرق البرية، ونقل القضاة والمراقبين لعمليات الاستفتاء والانتخابات، والقيام بتأمين المظاهرات السلمية وتصوير وقائع الأحداث وعمليات الإنقاذ والإخلاء للمصابين وأعمال الإنقاذ للمخطوفين والمفقودين وتحرير الرهائن وإعادة المصريين العاملين بالمناطق المضطربة بالخارج. كما ظهر دور القوات الجوية الفعال في تأمين المظاهرات السلمية أثناء ثورة 30 من يونيو عام 2013. وبعد ثورة 30 من يونيو ظهرت كثافة العمليات الإرهابية وخاصة في سيناء، وقد قامت القوات الجوية بدور رئيسي وحاسم في معاونة التشكيلات التعبوية للقضاء على الإرهاب في كافة ربوع مصر. كما تشارك القوات الجوية المصرية شعب مصر العظيم آماله وطموحاته في بناء مستقبل زاهر نحيا جميعا في رحابه، في احتفالية مصر بحفر قناة السويس الجديدة لتكون شريانا حيويا لمصر والعالم أجمع، يفخر بها كل مصري ومصرية، وينظر لنا الجميع بعين الاحترام والتقدير. فلن يبني مصر إلا سواعد أبنائها المخلصين، ولن تتحقق الآمال والطموحات دون التضحيات. ولا تنسى القوات الجوية مقاتليها الذين حملوا الأمانة في الدفاع عن مصرهم الغالية، وما قدموه من أرواح ودماء من أجل وطنهم، واستمرارا لمسيرة العطاء. فإن القوات الجوية ستظل العين الساهرة سلما وحربا لحماية سمائها وتوفير الأمن والأمان لأبناء الوطن الحبيب.
وستبقى على عهدها مع شعب مصر بأن تبقى درعا